السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد عليه السلام. دي القطه بقى اللي انا جبتها من السوق، اللي قلت لكم هعملها ايه تخديع للمحشي. بصوا اللهم صل على النبي اهي، شوفوا عامله ازاي. سبتها لما بردت، هعبيها بقى في اكياس وهفرزها في الفريزر، اخد منها على قد استخدامي. بتسهل عليا في الوقت وبتسهل عليا ان انا مثلا اليوم بيجري مني بسرعه. لا، انا هسحب كيس يا دوبك هسخنه، وانزل بالرز والخضره. جايبه كرنبايه، جايبه بتنجان، جايبه فلفل، جايبه اي حاجه. اهم حاجه بس بنخرج منها الهواء كده اهي اهي. على قد بقى ما انت بتستخدمي صلصه كتير صلصه قليل، هتعملي حبه صغيرين اللي يعجبك بقى في الكياس اللي هتكيسيها. انا كنت جايبه 5 كيلو قوطه، وحطيت عليهم كيلو وشويه من البصل. انت بقى شوفي انت استخدامك قد ايه في القوطه، استخدامك قد ايه في البصل، هتريحك في الاستخدام خالص. هكملها وارجع لك تاني. كده بقى يا حبايبي، بصوا بعد ما كيستها اهي، اسحبي بقى كوس كبير اهو. تعملي مثلا شويه كتار، هتعملي حبه صغيرين اهي. بصوا كانت طريقتها سهله خالص. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو متنسيش تشتركي معايا او تعملي لي قلب حلو كده زيك او كلمه حلوه. يلا بينا بقى نشوف مع بعض الطريقه عملناها مع بعض. دي الطماطم بقى اللي احنا جبناها مع بعض، دول حوالي 4 كيلو قوطه اهي. بصوا القوطه دلوقتي سعرها حلو ب8 وكيلو ونص اهي. هصلصلها بقى. انا دلوقتي غسلتها غسله كويسه وحطيتها في الحله اهي هتغلي، واوطي عليها واسيبها كده 5 دقايق واطفي عليها. بعد كده بقى عايزه تقشري القشره بتاعتها وتضربيها في الخلاط، اضربيها. هعملها بقى ايه تخديع المحشي. هوريكم برضو اما اجي ايه اخدع لها اوريها لكم وعينها في الفريزر. كده الطماطم انا غسلتها وحطيتها في الحله دي، وحطيت عليها كوبايه من الميه وقرن فلفل كده حامي. لو بتحبوه مش بتحبوه خلاص براحتكم. بصوا اتسلقت عملت ازاي. بصوا القشره بتاعتها، قعدتها 5 دقايق بس على النار وغطيت عليها. اهم حاجه تغطي عليها وانت بتسلقيها. بصوا عايزه بقى تشيلي القشره وتضربيها في الخلاط لصلصه مكرونه براحتك. بصوا بس انا هعملها تخديعه بقى للمحشي. هخرج بقى البصل، دول 4 كيلو قوطه، هعمل لهم كيلو بصل او كيلو شويه كده يعني. هشوف كده البصل اللي عندي هوزنه، هو دول 4 كيلو، اعمل لهم كيلو وربع او كيلو ونص. تخديعه تبقى كبيره، وهضربه في الخلاط ونعملها تخديعه ونعينها في الفريزر بقى للشتاء والمحشي. المحشي بقى في الشتاء على طول. انا كده عملت الطماطم سلقتها وهضربها في الخلاط، وادي البصل قشرت كيلو من البصل وهضربه بقى في الكبه ونعمل تخديعه المحشي مع بعض ونكيسها ونعينها عشان الشتاء تسهل علينا شويه. الجو ساقع، الجو مطره. جبت بدنجان وكوسه وفلفل وعايزها مستعجله تعمليه، طلعي كيس والخضره تنضفيها وتطلعي الكيس تسخنيه وعلى الرز وتعمليه. كرنبايه صغيره كده وانت جايه من السوق، اي محشي بقى بنسهل علينا. والقوطه دلوقتي سعرها يعني كويس، فهنجيب ونركن ايه، اعمل تغذيه محشي ونركنها في الفريزر نسحب منها. هضرب بقى البصله والطماطم وارجع لكم. كده الطماطم بقى بعد ما سلقتها انا غسلتها كويس اهي، وحطيتها على البوتاجاز وحطيت لها كوبايه من الميه. عايزه بقى تقشريها قشريها، بس دي هتبقى بتاعه المحشي براحتك بقى. انا مش هقشرها بصراحه، انا هستخدمها كده زي ما هي. هضربها بقى في الخلاط وارجع لكم. حطيت كده البصل اهو على النار، شويه زيت بقى محترمين كده. عندي هنا بقى نص صباع من القرفه، ورقتين لوري، وواحدتين من الحبهان، وهحط شويه ملح بس. انا ما بحبش ابهر المحشي وهو مع البصل، انا ما بحبش احط له غير شويه ملح ورشه بسيطه كده من الفلفل.
لكن لما بيستوي بقى والتغذية بتخلص بقوم مبهرة بقى كزبرة وكمون والتوابل بتاعته. هسيبه بقى ايه يتحمر معايا وارجع لكم تاني. هحط فص توم اهو بس دي ريحة بس. ها فص توم واحد هضيف واحدة ماجي، عايزة تضيفيها ضيفيها، مش عايزة براحتك. هي واحدة بس من الماجي. عايزة اقول لكم انا ما ببهرش الترضيعة الا في الاخر خالص عشان التوابل تفضل فيها. مبحطش غير اللوري وحبان فص اللي هو الحبهان وفص توم وورقتين اللوري. بصوا دي معلقه صلصه كده اهي، انزل بيها الاول اهي. دي لو عندك، مش عندك خلاص مش شرط يعني. انزل بقى بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل ببقيتها اهي. بصوا الطماطم عامله ازاي. سيبها بقى تتخدع الصلصه بقى براحتها خالص، ولما تبرد هنكيسها مع بعض ونعينها وهوريها لك برضه. بصوا دي قطعه من البصل اللي انا كنت مفرزاها اهي، بتاعت بصلتين كده اهو. هضيفها برضه عشان ايه، حاسه ان انا مستقليه كيلو البصل على 4 كيلو قوطه، فهضيف قطعه البصل دي كمان. طلعتها من الفريزر ضفتها برضو عليه.